أن الشيخ المفيد بصباه بعد ولد كان عمره 15-14 سنة، كان يدرس عند أستاذ، فبعثه أستاذه بمسألة إلى أحد العلماء اللي مو من مذهبنا. الآن شنو المسألة كانت مو معلوم، مسألة كاتب له إياها بورقة، قال له ودي له إياه. راح دخل على مجلس ذاك العالم اللي قلت مو من مذهبنا، من مذهب آخر، ذاك هم عنده ديوان كبير وناس. المهم قعد محمد بن النعمان اللي هو الشيخ المفيد، عمره 14-15 سنة، ولد، قعد بآخر المجلس. فجاء شخص من الناس يسأل هذا العالم، يقول له: ما تقول في بيعة الغدير وبيعة فلان؟ ذكر شخص آخر. هذه بيعة الغدير معروفة، بيعة الغدير لأمير المؤمنين عليه السلام. شلون صارت بيعة ثانية؟ يعني لو هذيك عدلة لو هذه عدلة. إيش جاوب هذا العالم المخالف؟ قال له: بيعة الغدير رواية وبيعة فلان دراية. صارت بيعة فلان صارت دراية، هذيك رواية، والرواية لا تعارض الدراية. طبعا هذه مغالطة جدا كبيرة. والدراية يعني شنو؟ يعني أمر واقع، يعني ما النص ما يعارض الأمر الواقع، هاي معناها. هذا حكي خلي يصير أمر واقع. إذا الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وآله يأسسون أحكام، نقول والله بحكم الأمر الواقع، هذا مو صحيح. لكن هو الشكل جاوبه. الشيخ المفيد قاعد، قلت ولد شاب عمره 14-15 سنة قاعد يستمع. هذاك سأل السؤال ومشى، قام تقدم يم هذا العالم، قال: عندي مسألة. قال: سل يا بني. قال: ما تقول في من خرج على إمام زمانه؟ يطلع على إمام الزمان شنو حكمه؟ قال: كافر. هاي عندهم هم ثابتة، يطلع على إمام الزمان كافر، ما بيروح وتعال. قال: ما تقول في مثلا كذا، ذكر اسم. قال: يا بني تابت. قال: توبتها رواية وخروجها دراية. الخروج صار واضح، والآلاف المؤلفة هم انقتلوا، هم واضح. تقولون رواية، تقولون تابت. إذا مسألة الرواية ما تعارض الدراية، اللي جاوبت فيها جاوبني عن هذه. شي جاوبه؟ هو تو قايل له لذاك، قايل له الرواية لا تعارض الدراية. الآن يقول له هذه رواية، أنتم تقولون هالكلام، بس الأمر الواقع شنو اللي حصل؟ الأمر الواقع أن آلاف الخلائق قتلوا، 20,000 لعله ذاكرين قتلوا. وين راحوا ذولا؟ دمهم برقبة من؟ خلاص انقتلوا، انتهت القضية، وإن شاء الله ماكو شيء. هالشكل انحسبت كأن الأمور هكذا تسير. فلقب رحمة الله عليه من يوم ذاك بالمفيد،